إذا كنت تظن أن زمن العبودية انتهى فأنت مخطئ. ركز معي جيدا، لأن ما ستسمعه الآن ليس قصة من كتب التاريخ، بل مشهد يحدث الآن تحت أقدامنا في صمت تام. اليوم في علوم وثائقية نفتح ملفا من أغرب ملفات عالم الحشرات، ملف النمل الذي يستعبد نملا آخر. نمل الأمازون، العبودية المنظمة. الاسم الشائع نمل الأمازون، الاسم العلمي بلوراغوس ريفسنس. هذا النوع لا يبني مجده بالعمل ولا يعتمد على نفسه في رعاية صغاره، بل يعيش بالكامل على استعباد أنواع أخرى من النمل. نعم، حرفيا. هذا النمل متخصص في الغزو، فكاه طويلان حدان كالمقص، وجسده مصمم للقتال لا للحفر ولا لجمع الطعام. والأخطر أنه غير قادر تقريبا على إطعام نفسه. كيف تبدأ عملية الاستعباد؟ عندما تكتشف مستعمرة بلوراغوس عشا لنوع آخر غالبا من جنس فورميكا، تبدأ العملية العسكرية. أولا ترسل قوة هجومية منظمة، ثانيا تقتل الحراس بسرعة خاطفة، ثالثا تسرق الشرانق واليرقات. لكن المفاجأة ليست هنا. عندما تفقس هذه اليرقات داخل عش الأمازون تظن أنها في موطنها الطبيعي، فتبدأ بالعمل وكأن شيئا لم يحدث. تجمع الطعام، تنظف العش، ترعى الصغار، بل وتطعم مستعبديها أنفسهم. عبودية كيميائية. السر ليس في القوة فقط، بل في الكيمياء. النمل يتعرف على بعضه عبر إشارات كيميائية دقيقة تسمى الفيرمونات. نمل الأمازون يمتلك القدرة على تقليد هذه الإشارات أو السيطرة على رائحة العش. بمعنى آخر، المستعبد لا يعرف أنه مستعبد. لا توجد سلاسل، لا يوجد تمرد، فقط نظام بيولوجي دقيق يجعل الضحية تخدم جلادها حتى الموت. أنواع أخرى تمارس الاستعباد. ليس بلوراغوس وحده، هناك نوع آخر يدعى فورميكا سانغوينا. هذا النوع أيضا يمارس ما يعرف علميا بدولوسيز، أي سلوك الاستعباد. لكن الفرق، الفورميكا يمكنه العمل بنفسه، لكنه يختار الغزو لتعزيز قوته. أي أن الاستعباد هنا ليس ضرورة، بل استراتيجية توسع. ماذا يقول العلم؟ علماء الحشرات يدرسون هذا السلوك منذ أكثر من قرن، ويعتبرونه مثالا متطرفا على التخصص الاجتماعي داخل مستعمرات الحشرات. بعض الدراسات أظهرت أن مستعمرات بلوراغوس تموت بالكامل إذا فقدت عبيدها، أي أنها بنت وجودها كله على السيطرة. وهنا المفارقة العجيبة، المخلوق الذي يبدو منظما وقويا هو في الحقيقة هش للغاية. قوته ليست ذاتية، بل معتمدة بالكامل على غيره. الرسالة الأعمق: في عالم البشر انتهت أنظمة العبودية رسميا في معظم الدول، لكن في عالم النمل ما زال هذا النظام يعمل بدقة هندسية مذهلة. تحت قدميك تجري حروب وتسرق أجيال وتبنى إمبراطوريات صغيرة على ظهور آخرين، كل ذلك في صمت دون أن نشعر. سبحان من خلق هذا التنوع المذهل في سلوك الكائنات، وجعل في كل مخلوق نظاما معقدا يحير العقول. عالم الحشرات ليس بسيطا كما نتصور، بل هو مسرح أنظمة اجتماعية متكاملة بجيوش وقوانين واستراتيجيات بقاء لا تخطر على بال. كل ذلك في صمت دون أن نشعر. سبحان من خلق هذا التنوع المذهل في سلوك الكائنات، وجعل في كل مخلوق نظاما معقدا يحير العقول. عالم الحشرات ليس بسيطا كما نتصور، بل هو مسرح أنظمة اجتماعية متكاملة بجيوش وقوانين واستراتيجيات بقاء لا تخطر على بال. ولو نظرت إلى الأرض تحتك الآن، ربما تمر فوق مستعمرة تعيش فيها قصة استعباد كاملة وأنت لا تدري. أخيرا، لا تنسى الاشتراك في قناة علوم وثائقية، حيث الحقيقة أغرب من الخيال.